ايه رعب الناس يا دكتور ان السيليكون بيدوب وبيجيب امراض سرطانية، ولا ده على حسب نوع السيليكون اللي بيتحط جوه الدراسات أثبتت إنه مفيش أمراض سرطانية ليها علاقة السيليكون؟ بالسيليكون طالما الجهاز اتحط بشكل معين وما حصلش فيه أي تسريبات. وده غالبا طالما الجهاز ما حصلوش إصابة مباشرة، حاجة عورته يعني. تمام. ده بيتحط تحت العضلة، ما بنيجي نفحصه بالأشعة سونار او MRI او اي وسيله، بيبان ان هو بعيد عن الصدر، فهو ملوش علاقه خالص بالوضعيه اصابه الصدر او حتى الرضاعه او غيره. هو بيتحط لاعطاء بروز وحجم اوفر للثدي، وبنتحكم بقى في الحجم. ثواني، انت حضرتك قلت لي الرضاعة يعني ممكن تكون مركبة سيليكون آه وتنفع انها ترضع طبيعي؟ ايوه دي حاجة كويسة. ايوه، انا بوصلك بالظبط انه حجم الصدر نفسه، التكبير، طرق تكبير الصدر في طرق كتيرة، منها الطريقة المدمجة اللي احنا بنضيف جهاز سيليكون تحت العضلة، وبنزود برضو حقن دهون حوالين الصدر عشان نديله تعريف للكيرفز بتاعة الصدر، ونعوض برضو لو الجلد رقيق او حاجة. فاحنا الطرق الحديثة المدمجة دي بتدينا حجم كويس وشكل وابعاد منتظمة جمالية للصدر. الوسائل الجراحية وسائل فعالة، وبتبقى من فتحة صغيرة حوالي 5 سنتي تحت في الويب أو حوالين الحلمة، وبتدينا إنتاج نقدر نقول إن هي دائمة بشكل أنه وضعية التكبير ديت بتقعد فترة ما لم يحصل شوية تغيرات أو حاجة زي كده، لكن إحنا بنعتبر إن هي دي نتيجة أستيتيكالي عالية، جماليا عالية جدا، وبتقعد معانا فترة.